إنبي بيتراجع ويستأنف في قضية عوض الزمالك. قرر السيد محمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة نادي إنبي استئناف الإجراءات القضائية ضد نادي الزمالك بعد ما تأخر مسؤولي نادي الزمالك في دفع المستحقات. وأظن أو أزعم أنه سبب كبير لو الموضوع ده صحيح أنه نادي الزمالك بيبرم تعاقدات جديدة وفي مدير فني جديد اسمه فييرا هياخد مبلغ مش قليل، وبالتالي من حق نادي إنبي أنه يبحث عن مستحقاته ويبحث عن فلوسه. أنا معايا على التليفون السيد محمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة نادي إنبي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. سؤالي لحضرتك عن صحة الخبر من عدمه، هل بالفعل بدأتوا إجراءات مرة أخرى للدفع بالقضية ضد نادي الزمالك فيما يتعلق بإسلام عوض ولا لا يا فندم؟ حصل فعلا. لأن للأسف احنا يعني استنفذنا كل الطرق الودية، والحقيقه كان في فتره قبل رمضان على طول كان في يعني اتصالات مباشره بالاستاذ ممدوح عباس، وفي جواب رسمي جاي من نادي الزمالك بجدوله الديون، وحللنا الجدوله دي. وانما للاسف لما جينا نفعل الاتفاق ما تمش دفع المبلغ اللي اتفق عليه، وحتى ما قدرناش نتصل باي مسؤول من نادي الزمالك، فاحنا ما كانش حل تاني. طب انا بسال حضرتك على المفروض كان الاتفاق مع نادي الزمالك انه يبتدوا يدفعوا امتى الفلوس الاقساط او جدوله المستحقات؟ هو كان في دفعه في شهر 7 اللي هو كان قبل رمضان على طول، كان دفعه اولى 1,000,000 جنيه، وكان بحيث ان بعد كده في اقساط شهريه 500,000 جنيه. الرقم كله يا فندم كام على بعضه المستحقات؟ 6 مليون. 6 مليون ما خدتوش منه حاجه خالص يا فندم لحد دلوقتي؟ لا للاسف. ده رقم كبير جدا، واعتقد انه نادي انبي زيه زي بقيه كل الانديه محتاج انه يبقى فيه دعم مادي في الفتره دي. اكيد طبعا، انت عارف حضرتك احنا يعني جزء كبير جدا من دخل النادي هو من حصيله بيع اللاعبين، جزء من ميزانيتنا يعني يمكن بيزيد عن 30% من ميزانيه النادي عباره عن بنحصلها من بيع اللاعبين، فطبعا حاجه زي كده بتاثر علينا. طيب أنا بسأل حضرتك عن حراسة المرمى بعد ضم محمد عبد المنصف، هل في تفكير في الاستغناء عن أحد حراس المرمى عامر أو أحد حراس المرمى الآخرين زي أبو جبل مثلا ولا لا يا فندم؟ هو لو كان هيبقى في فعلا في عروض جايه لنا بإعارة أو بيع، فلسه بندرسها يعني. ربنا يستر. اتمنى لحضرتك التوفيق باذن الله، والله يعني تمني شخص كده ملوش علاقه باي حاجه انه الامور تتم ما بينكم وما بين نادي الزمالك في اطار من الود، ولو اني عارف ان حضرتك قطعت شوط كبير. يعني حضرتك احنا بقالنا دلوقتي يعني شوف من فين بقى، احنا هو انتقل في الموسم اللي فات، فاحنا يعني متهيألي ان احنا سيبنا كل الوسائل الممكنه، وبعدين احنا ما قلناش ان احنا عايزين الفلوس كاش النهارده، احنا بنقول نجدول ناخد على الاقساط، يعني احنا ما فيش تعسف في الطلب الفلوس يعني. انا عارف ده، بس احنا برضو لازم الانديه الثانيه تراعينا ان احنا برضو بنمر بظروف زي بقيه الانديه يعني، وفي مستحقات عايزه تدفع للاعبين، وفي حاجات ثابته ما نقدرش نتخلى عنها. طيب قانونا يا فندم اجراءات التقاضي دي ممكن العقوبه اللي تقع على نادي الزمالك ايه يا فندم؟ لا دي حاجه القضاء بيحددها، احنا ده شيك بدون رصيد، دي حبس يعني، ليها قضيه وليها بروسيدور بتاعها. انا بشكر حضرتك. الناس القانونيين بقى يفهموا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على سعه صدرك وعلى مداخله حضرتك معانا. السيد محمد بدر الدين رئيس مجلس اداره نادي